هاي، انا هدير. النهارده جايه لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو روتين، بس روتين النهارده بقى هيبقى روتين متعب جدا، يعني روتين كله شقه وكله تعب. لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي بتمنى كده ان انتي تنزلي تدوسي اشتراك وكمان تفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. وعايزاكم كلكم كده تصلوا على النبي في الكومنتات، وبالله عليكم يا بنات انا عايزه لايكات كتير قوي. والله العظيم انا بتعب جدا في الفيديوهات، وهتشوفوا الفيديو دوت متعب ازاي. يعني الفيديو ده متعب جدا جدا جدا، وانا قلت قلت بقى اصوره معاكم وكده علشان خاطر انتوا كمان تتشجعوا وتتنشطوا كده وتقوموا تعملوا معايا. ما بقاش لوحدي، نقوموا كده نعملوا كل حاجه سوا. فبالله عليكم انا عايزاكم كلكم كده تحطوا لي لايكات كتير. طبعا بقى اللي متابعني عارف ان انا بقالي فتره كنت قاعده في اسكندريه، فرجعت. انا بقالي حوالي شهر كده في اسكندريه. رجعت بقى القاهره، اتفاجئت طبعا من الوضع. عايزه اقول لكم شفت التراب اللي احنا طلعناه من اسكندريه ده كوم، وبجد التراب هنا كوم تاني. ليه بقى؟ هنا في اكتوبر يا بنات اصلا كده كده، يعني اي حد من سكان اكتوبر في القاهره هيبقى عارف انا بتكلم على ايه. هنا اكتوبر مسافة ما تفتحوا الشباك شوية خلاص كده بسم الله الرحمن الرحيم الدنيا كلها اتطربت. مش هتلاقوا اي حاجة سليمة، مش هتلاقوا. مفيش بجد. انا عايزة اقول لكم والله العظيم انا لو اصور لكم شكل السراحة اول ما جيت وشفتها، السراحة مردومة تراب، مردومة. التراب عليها بكمية رهيبة جدا، لدرجة ان السراحة مش باين معالمها اصلا. فعايزة اقول لكم بجد الدنيا هنا متبهدلة خالص، بقى كل حاجة تراب. عارفين اللي مزعلني ايه؟ ان انا قبل ما امشي على طول كنت منفضة وكنت شايلة وكنت مروقة. كانت الشقة كلها على سنجة 10، ما كانش فيها غلطة واحدة. فلما جيت بقى المرة دي يا لهوي ايه ده، في ايه الوضع ده؟ المهم انا هنا كنت ناوية ان انا عادي، اللي هو انا هسيق كل يوم حاجة، انضف كل يوم حاجة زي العادة، يعني زي ما انا ما بعمل. المهم طلعت كده الستارة دي. انا لسه كل ده مش واخدة بالي من الستارة البيضة اللي هي الكافيه، الستارة المفروض الخفيفة دي لونها كافيه كده شوية، افتح من درجة الانتريه شويتين تلاتة كده. تمام. المهم كل ده انا مش واخده بالي منها. انا عايزه اقول لكم انا جيت ابص عليها لقيتها مردومه تراب. عرفت بقى ان طبعا كان في هوا او كان في اي حاجه فجالي بتراب فبهدل لي الدنيا. هنا بقى كنت اللي هو انا هبتدي اكنس عادي، لسه برضو ما بصيتش على منظر الشباك ولسه ما شفتش حاجه. اللي هو الكنيس العادي، الكنيس العادي برضو، ولقيت برضو تراب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه التراب ده؟ فقلت ابص كده. بصوا، انا قبل ما انقل طبعا اللي متابعني، انا اول فيديو عملته في القناة خالص كان تغيير اوضة الاطفال. ان احنا خدنا الاوضة بتاعت اسكندرية جبناها هنا، فالسراير دي كنت حطاها كده كنت حطاها في الاوضة كده. فجيت بقى اجيبها هنا لحد ما تروح اسكندرية، لحد دلوقتي ما راحتش. فانا سايباها هنا، مرضيتش احطها في البلكونة او في اي حتة. بصوا بقى هنا كنت متفاجئة. بصوا يا بنات، هنا اتفاجئت بمنظر التراب. انا ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ انا مش عارفة ايه التراب ده كله. انا المشكلة ان انا مسحة اصلا الشباك ده، مسحاه قبل ما امشي. فالتراب ده كله جه منين؟ قلت لا تعالى بقى انت كده كرسي الانتريه كده ابعد لي كده شوية، انا مش ناقصة بقع. وبعد كده رحت رايحة جايبة قلت اجيب كده المكنسة الصغيرة اعمل بيها. لقيت نفسي لا، برضو المكنسة الصغيرة دي مش نافعة. بصوا ايه ده، في ايه؟ انا والله العظيم اقسم بالله عايزة اقول لكم يا بنات ان انا لما خلصت الشباك هنا انا وقفت الفيديو، ويعني نفسي راح. التراب دخل جوه مناخيري صدعني. اللي هو يعني انا اصلا ما عنديش الجيوب الانفيه، بس حسيت ان الجيوب الانفيه تعبتني. ايه ده؟ انتوا شايفين ايه ده التراب ده كله؟ ايه اللي جابه هنا اصلا؟ يعني ما انا مش عارفه. هنا بصوا، هنا كانت البدايه، ابتدت بقى معايا مش قادره اخد نفسي، تعبت. فقلت كمان اشوف بقى بالمكنسه الكبيره دي. يا لهوي ايه ده ايه التراب ده كله؟ عارفين بقى زمان قبل ما اتجوز كنا عند ماما، كنا بنعمله السلك بتاع الشباك ده او سلك البلكونة او كده، بنعمله بالجاز. بنحطه جاز على الجاز العادي الاصفر ده.
كنا بنحطهم على فوطة مثلا ونمسح بيه. كان عايزة اقول لكم يا بنات كان بيخلي السلك ده بيلمع. دلوقتي للاسف مفيش حد بيبيع جاز، يعني الناس كلها زمان كانت تبيع جاز، كان عادي جاز يا عمو عايزة ب5 جنيه جاز فكنا نلاقي. دلوقتي طبعا مفيش اي حد بيبيع جاز، فعشان اجيب جاز تقريبا هيبقى من البنزينة، غير كده مفيش خالص. المهم هنا كان نفسي بقى ابتدى يعمل والشباك كل ده لسه، يعني كل ده لسه برضو يعني ما وصلش اللي هو للمرحلة 100%. بس تعبت جدا بقى خلاص ما قدرتش بقى. بصوا حتى بان عليا انا سبت البتاع وقمت خالص، قلت اريح شوية، قمت ريحت شوية وبعد كده ايه رحت قايمة تاني كده. قلت لأ ده هو مش يعني مش عايز مكنسة بس، ده هو عايز بقى ايه، عايز بقى ان انا اشيل واحط، بس انا مش عارفة بصراحة الكبير ده قوي ده بيتشال ازاي. انا قبل ما امشي كنت عاملاه عادي برضو بالمكنسة بس ما كانش مطلع كل التراب ده كله. فبالله عليكم يا بنات، بالله عليكم اللي عنده حل للموضوع ده عايزاكم ايه تقولولي. هنا بقى ببص على الستارة اللي المفروض ان هي بيج دي، ببص من فوق كده لقيتها مش بيج خالص. لقيت اللون طبعا مختلف تماما. هنا استعنت بصديقي نزل لي الستارة دي. بعدين جيت بقى اعملها لقيتها مقفولة باسمه ايه، مقفولة بسم الله الرحمن الرحيم، اسمها ايه يا بنات، مسمار، اللي هو بتبقى مسمار كده محطوط فيها. فطبعا معرفتش اشيلها خالص. هنا يعني تقريبا في واحدة اتشالت وفي واحدة معرفتش اشيلها. قلت اروح اجيب مفك علشان خاطر افك بيها الكلام ده كله. هي تقريبا الستارة الستارة البيضة هي اللي اتفكت. بصوا توتة بقى دخلت وطلعت ازاي، شكلها متشرد عشان بقى اليومين دول يا بنات بعلمها بقى البوتي وكده. فعايزة اقول لكم بجد الموضوع متعب جدا، يعني انا بغير لها في اليوم 10 كتير قوي كتير قوي 200 مرة كده في اليوم علشان خاطر طبعا بتتعلم وكده، فالموضوع صعب والله. المهم حاولت برضو ان انا افكها كده، يعني انا ايدي وجعتني فبصراحة معرفتش. فهنا بقى استعنا برضو بصديق يجي يعمل لنا يجي يفك لنا الستارة دي. فالحمد لله يا جماعة اتفكت. قلت بقى اشيلها من تقريبا اتفكت من الناحية التانية مش من الناحية اللي عامل المسامير بتاعتها مربطها قوي، يعني ربطها زيادة قوي. المهم فقلت بقى اشيلها كده. الناحية التانية هي اللي اتفكت، الناحية دي ما اتفكتش. عايزة اقول لكم برضو انا متفاجئة اصلا من الستاير ومن التراب كمية التراب اللي عليها، بس كويس والله ان انا شلتها وغسلتهم على طول. بس بقى بقيت اغسل ايه كل واحدة لوحدها، ما بحطش كله مع بعض في غسالة واحدة، لا بحط كل حاجة لوحدها. حتى جوا برضو في الليفينج بصوا المنظر، بصوا المفروض ان دي كافيه. يا لهوي ايه التراب ده كله، انا مش عارفة يا جماعة هي الستاير المفروض بتتغسل كل قد ايه، يعني اكتبوا لي في الكومنتات هي المفروض نغسلها كل قد ايه. يعني لان انا مش متعوده على الكلام ده كله. انا عندي في اسكندريه اصلا والله العظيم يا جماعه الستاير بتفضل قاعده بيضه عادي. مفيش حاجه، بتفضل قاعده على طول فاتحه. ما مش بشوف المنظر ده خالص، ولا مش عارفه، يمكن عشان هنا الدنيا بقى فاضيه حواليا وكده. والله يا بنات بجد مش عارفه يعني. المهم مسحت برضو المواسير دي. المهم السراير دي بقى لسه ما وديناهاش اسكندريه، المفروض ان احنا هنوديها اسكندريه، ودية الاطفال في اسكندريه فاضيه، فالمفروض ان احنا هنوديها اسكندريه. عشان كده بقى سايبينهم هنا. ملهمش مكان تاني، يعني احطهم فين بصراحة، ما فيش مكان تاني احطهم فيه. فقلت بقى لحد لما يروحوا اسكندرية خليهم بقى كده. فالمهم جيت بقى هنا قلت الخشب اللي في الارض ده هوقفه، يعني انا كنست الحتة اللي تحتيه ده، وبعد كده هوقفهم كده بقى علشان خاطر طبعا برضو اكنس من تحتيهم. عايزه اقول لكم برضو ان مطرح التراب بتاع الشباك منزل تراب كتير، فنزل بقى عليهم هم كمان تراب، يعني هم كمان الدنيا عندهم كده اتملت تراب.
فقلت اوقفهم هما كمان عشان خاطر يبقوا ما يبقوش نايمين كده، اعرف ان انا اكنس من تحتيهم. بس بجد يعني اصلا شكلهم رخم جدا، يعني انا اصلا ما بحبش الكركبه. يعني انتوا هتقولوا لي اكتر حاجه ما بتحبهاش ايه، اقول لكم لا، الكركبه ما بحبش كده، بحب الدنيا تفضى، بحب دايما ابقى مفضيه كده الدنيا حواليا. الدنيا تبقى فيها مثلا الحاجه الاساسيه بس، انما الحاجات اللي ملهاش لازمه لا، مش بحب كده خالص. في ناس بتحب تحتفظ بالكركبة، يعني في ناس بتحب تحتفظ بأي حاجة قديمة عندها، تحب تحتفظ بيها. عايزة أقول لكم بجد يا بنات، والله في بلكونات الواحد بيشوفها نفسه بتغم عليه من المنظر. يعني بجد ليه أصلا، ليه حد ممكن يسيب حاجات كركبة بالشكل ده ملهاش أي 30 لازمة ويفضل يكون في البلكونات؟ ايه ده؟ واصلا عايزه اقول لكم الكركبه دي كلها تلم حشرات وتلم فران وتلم قرف، فمش عارفه الناس دي بجد ايه. بس انا سمعت قبل كده ان الحوار ده بجد احتمال يكون مرض، يعني في ناس مريضه بالكلام ده، ناس مريضه ان هي اي حاجه كركبه ما تعرفش ان هي تتخلص منها. فانا سمعت ان هو اصلا في ناس ممكن تتعالج نفسيا من الموضوع ده، فبجد الله يكون في عونهم لان الموضوع متعب جدا. ده انا السريرين دول وعاملين لي ازمه في حياتي بجد، مضايقني جدا. وعايزه اقول لكم حتى كمان حاجات هناك في شقه اسكندريه، اللي هي الحاجات بتاعه اللي كانت في الدولاب هناك وكده. حتى شويه حاجات يعني كنت سايباهم في الدولاب بتاع الاوضه، بتاعه اوضه الاطفال. مش هقول لكم حاجات مش محتاجاها، لا، هي مثلا فيها حاجات شتوي، في حاجات اطفالي صغرت عليهم مثلا سايباها للبيبي. الحاجات دي بجد عايزه اقول لكم برضو مضايقاني، كان الدولاب كان لممهم. فدلوقتي بقى حطاهم في كيسه كبيره وحطاهم فين، في غسالة في ايه في اسمها ايه، في البلكونه الجيب. المهم طبعا هنا عيالي عمالين يغلسوا عليا عشان قلت لهم محدش يعدي من قدام الكاميرا، فبسم الله ما شاء الله مفيش حد ما عداش من قدام الكاميرا. مفيش حد واحد ما عداش من قدام الكاميرا، كله بيعدي من قدام الكاميرا. المهم بصوا بقى، انا بحب اعمل ايه، بحب اشيل الحاجة اكنس من وراها الاول وبعدين اسيق من وراها، وبعد كده اقوم مرجعة بقى الحاجة مكانها. طبعا بصي انتي شايفة الفيديو متعب ازاي وشايفة ان انا تعبت ازاي، فبجد انتي لو ما حطيتليش لايك انا ممكن اعيط. فبالله عليكي كده وانتي بتتفرجي عليا دوسي على زرار اللايك، بصي مش هيعملك حاجة، مش هيضايقك في حاجة. بس بجد عايزة اقولك يا بنات ان انا بقيت بفرح قوي لما بقيت الاقي لايكات كتير، يعني بقيت الاقي فيديوهات معدية طبعا 200 لايك وال300 لايك، فبجد دي حاجة بالنسبة لي حلوة. فانا عايزه الفيديو بقى ده يوصل 500 لايك، تفتكروا ممكن الفيديو ده يوصل 500 لايك؟ طب انتوا قدها يا بنات، انا عارفه ان انتوا قدها وان انتوا هتوصلوني لكده، انا متاكده متاكده متاكده. هجيلكم تاني بعد كام يوم اشوف الفيديو ده وصل كام لايك، يا اما اي حد بيتفرج اول ما يحس ان هو وصل ل 500 لايك اكتبولي في الكومنتات عشان تنبهوني. المهم، وانا كده كده اصلا كل يوم اول ما بصحى من النوم اللي هو بخش اطمن كده على القناة وبخش اطمن على على اللايكات وعلى الكلام ده كله. انا عارفة اصلا ان هو حاجة غلط، والمفروض ان انا ما يعني مش كل يوم اقعد ابص على القناة واقعد اعمل، انا عارفة ان الموضوع ده لا، ما ينفعش، بس ما اعرفش ليه انا كده. المهم زحت الكنب كده زي ما انتوا شايفين، آه عشان خاطر برضو اعمل من وراهم. عايزة اقول لكم ان الانتريه لوحده بجد تعبني جدا جدا لفوق ما تتخيلوا. كمان موضوع التراب ده حسيت ان انا تعبت قوي، يعني حسيت التراب ده اتنفسته من مناخيري، فحسيت ان هو طلع على دماغي فوق، صدعني جدا. صدعت قوي، فضلت قاعدة شوية كتير علشان خاطر احاول ان انا اعرف ان انا اقوم تاني. فبجد كان الموضوع صعب قوي 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 بالنسبة لي. كنت عايزة كمان بقى اعمل الانتريه اغسله. بصوا انا بغسله بمنظف انتريهات معين، يعني
استخدمت كذا حاجة بصراحة مفيش اي حاجة فيهم كانت كويسة غير ده. فانا الانتريه عندي محتاج يتغسل، محتاج غسلة. يمكن هو مش باين في الفيديو، بس هو في الحقيقة لا، الانتريه محتاج غسلة غسلة غسلة. فانا عايزة اقول لكم ان اصلا ده انا مش لاقيه في القاهرة خالص. قعدت ادور عليه، دورت عليه كتير قوي، بس للاسف ما لقيتهوش. فقلت بقى، قلت لجوزي ساعات هو بقى عشان شغله وكده، فساعات بينزل الموسكي، فقلت له شوف لي من هناك ممكن تلاقيه هناك، عشان هنا في اكتوبر مفيش خالص. فقلت هجيبه بقى وانضف بيه. طبعا هعمل لكم برضو فيديو بيه بالبتاع ده. بصوا بقى، انا عندي جهاز البخار، بس عايزه اقول لكم بقى، عايزه اقول لكم زي الزفت اصلا. مش حلو خالص، او ممكن النوع، او ممكن عشان هو كان بتاع ماما، فممكن من الركنه باظ. يعني انا مش قادره احدد هو عمل كده ليه، رغم ان انا بصوا في الاول ما كانش راضي يطلع بخار. يعني هو كان عند ماما، قعد عندها مدة كده، ماما هو بتاع ماما، فماما كانت بقالها فترة ركناه. فانا لما لقيته طالع ترند، ولقيته الناس كلها جهاز البخار الاصفر، جهاز البخار. فقلت بس ده انا اجيبه بقى واعمل بيه الركنة. رحت جايباه، قلت بقى اول حاجة اعمل بيه الركنة. ببص بسم الله الرحمن الرحيم، لقيته ما بيطلعش بخار اصلا. بجد، فما بيطلعش ليه يا عم الحاج، ما بيطلعش ليه؟ اجيبه يمين اجيبه شمال، ما فيش. وديته عند حد هنا، راح ايه ظبطهولي كده، فلقيته الحمد لله طلع بخار. قلت الف شكر ليك، الف حمد وشكر ليك يا رب، الحمد لله اخيرا هستخدمه بقى. ومصوره والله يا بنات، والله مصوره وانا بستخدمه. وقلت بقى بس جيت استخدمه بصوا هما بيبقى معاها تلبيسة كده بتتحط على البتاع بتاع البخار ده. فالمفروض ان هي ايه، تتلبس فيها. هي معمولة كده زي باستك، والمفروض ان هي تتلبس فيها، وبعد كده بقى نعمل بيها تمام زي قماشة كده، فاهمين قصدي؟ فالمهم ايه، فجيت اعملها، كل لما اعمل واحدة الاقي الاستك بتاعها يفك، كل لما احط ليها كذا واحدة يعني. قلت ايه برضو انا مفيش حاجة هتوقفني. ولو رحت جايبة ايه، جايبة فوطة من عندنا بيضة كده خفيفة. وبصراحة يا جماعة كانت فانيلا داخلية، اللي هي القماش القماش بتاع الفانيلات الداخلية، القطن دي بتاعت الأطفال. فالمهم رحت جايباها، ده كان قديم عندي، رحت جايباها وربطها فيها، وقلت انا اعمل بيها، انا مفيش حاجة هتوقفني في الدنيا. لسه بسم الله الرحمن الرحيم بعمل تش اول حاجة وفرحانة قوي بقى، ولسه بعمل التانية الجهاز وقف. طب يا عم الحاج وقفت ليه؟ انا معرفش. قعدت احاول بقى معاه كتير والله، مش راضي يشتغل خالص. احط الفيشه، اشيل الفيشه، اسيبه شويه، افضي الميه، ازود ميه، مفيش خلاص هو كده مات. فمرضاش يشتغل خالص. كان عندي امل بقى ان انا قلت بقى اعمل بيه بقى الانتريه، واعمل بيه الركنه، واعمل بيه الازاز بصي كان عندي ايه احلام يقظه كتير قوي. فخلاص يا جماعه، احنا هنلف نلف وهنرجع لغطا الحله تاني. طبعا الناس قليله اللي هتفهم معنى كلمه غطا الحله. المهم ايه، خلصت عملت بقى من ورا الكنبة الكبيرة، وبعمل دلوقتي برضو من ورا الكنبة الصغيرة. بصوا حاطة في المية دي، حاطة كلور، وحاطة جنرال. كلور اساسي معايا في اي حاجة. كلور ده بحس ان هو كده ايه، حاجة كده ما بقدرش استغنى عنها. يعني في الشقة تلاقي، في مطبخ تلاقي، في تويلت تلاقي، كل حاجة في الدنيا لازم استخدم لها الكلور. المهم هنا بقى ايه، سيقت من تحت السراير دي، قلت بقى ارجعها مكانها. بس عايزه اقول لكم زقها لوحده صعب قوي، انا عماله بزقها برجلي، بس بجد تقيله. بالذات ممكن بالنسبه لحد تاني عادي عادي تزقيها، بس ممكن عشان مع الحمل وكده، فالحمل تقيل عليا. فقعدت ازقه كده واحده واحده، عشان خاطر يبقى ورا الكرسي، علشان خاطر ما يبانش. يعني ما يبقاش باين قوي كده قدام الشباك. يعني كانت الستاره مداريه شويه كده، بس طبعا بعد ما الستاره اتشالت بقى السرير باين قوي، باين حاجته قوي. فممكن عشان كده بقى. المهم لزقته كده حطيته كده جنب الحيطه،
وقلت بقى ايه اكمل بقى التسييق. هنا عايزه اقول لكم كنت عماله بقى ايه افكر يا ترى افرش ولا ما افرش، افرش ولا ما افرش. بقيت عماله افكر كده وقلت ايه خلاص انا هشوف بقى وزي ما يريد ربنا. اصلك الليفنج عندي شايله السجاده بتاعتها عايزه تتغسل، فشايلاها قلت عشان خاطر انزلها الدراي كلين تحت. فبعد كده قلت لا انا لو سبت الريسبشن على السيراميك كده على البلاط، وبعد كده سبت كمان ال اسمها ايه يعني الليفنج على البلاط والانتريه بره على البلاط، يا لهوي هتبقى حوسه خالص للعيال. فلما بحس ان الموتوسيكل معدي جنب تحت مش عارفه سامعينه اصلا ولا لا. المهم بحس بحس لما الدنيا بتبقى سيراميك بتتبهدل قوي، وبيبقى غصب عنك لازم كل يوم تسيقي، ودي حاجة مش بمزاجك بقى. لو ما سيقتيش كل يوم تلاقي الدنيا كلها متبهدلة. فبحس ان انا طول ما انا حاطة السجادة الدنيا بتبقى محكمة اكتر، اللي هو لا ما فيش عيل بقى بيطلع بقى بره اللي هو تعرفي تتحكمي فيه. مع ان العيال دلوقتي ما حدش بيعرف يتحكم فيهم يعني، بس اهو طول ما السجادة محطوطة بحس الدنيا ملمومة اكتر. فقلت لا خلاص انا هحط ايه السجاده طالما كده كده مش هغسلها. وانا قلت ان شاء الله لما بقى اجيب المنظف ده بتاع الانتريهات وانضف الانتريه ليه تنظيفه تانية. فقلت هعمل كمان السجادة بحب دايما ان انا اعملها بمية وخل معطر وبالفرشة كده. عايزة اقول لكم بتنضف جدا جدا يعني. بتبقى اسمها غسيل على الناشف، مش عارفة كلكم عارفينه ولا لا. هي بتبقى اسمها كده ان احنا بنغسل السجاد على الناشف كده، مش وهو مبلول. بس المهم هنا بقى زي ما انتوا شايفين عايزه اقول لكم هو انا وصلت للمرحله دي اصلا يعني، والحمد لله ان انا وصلت لها. الموضوع كان متعب جدا بجد، اخد معايا وقت واخد معايا مجهود جامد جدا. عشان كده بقول لكم حطوا لي لايك، حطوا لي لايك عشان انا تعبت. المهم سبت طبعا سبتها تنشف كده شوية الارض، وبعد كده بقى ايه رحت جايبة السجادة وبعد كده حطيتها. فوانا بقى بسيبها تنشف مسحت المكنسة اللي بالكهرباء كانت مطربة شوية عشان بقى من الركنة، عشان مركونة بقى لها فترة بقى لها شهر. انا كنت سايبة البيت هنا بقى لي شهر. فالمهم مسحتها وظبطتها وكده عشان خاطر ارجعها مكانها، والارض هنا كانت نشفت شوية. فجبت بقى السجادة وقلت بقى ايه قلت افرشها. بس فحسيت ان يعني السجادة مش ان هي محتاجة تتغسل قوي يعني، مش الكلام ده، لا سجادة الليفينج اللي فعلا محتاجة تتغسل جدا. انما هنا إيه لا عادي، اللي هي ممكن اصلا لو غسلتها بمية وخل ومعطر هحس ان هي لا بقت فلة قوي. عايزة بقى ايه ارجع كمان كل حاجة بقى كده مكانها، المخدات كل حاجة مكانها. هنا كنت عمالة اقول اللي هو ايه انا عايزة استراحة محارب، عارفين انتوا الاحساس ده كده يعني. بصوا بقى انا كل ما بحط ايه اللون الاخضر ده مع الكافيه او الكافيه مع الاخضر، ابني يقول لي ليه يا ماما حطي الاخضر مع الاخضر والكافيه مع الكافيه. يمكن دي عركتي انا وهو دايما. يوم هو اقول له سيب تغيير يقول لي لا ده مع ده. فانتوا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي المخده الكافيه مع الكرسي الاخضر والمخده الخضراء مع كرسي الكافيه، ولا احط كل لون مع مخدته. اكتبوا لي ايه تحت كده في الكومنتات. انا بحس ان انا لما اكسر اللون بحاجه بحس ان هي بتدي ايه بتدي كده شكل احلى، معرفش ليه بحس بكده يعني. هنا كنت بشوف بقى الدنيا محتاجه ايه عندي هنا. وبشوف دوت هحطهم ازاي. لقيت الشمس ضاربه فيه مش باينه قوي كمان في الفيديو، بس انا لقيت الشمس ضاربه في البتاع ده اللي في الجنب ده اللي انا موقفاه الخشب ده. فخفت قوي لحسن خفت لحسن تبوظها يعني وكده. فرحت جايباها ايه كده شويه يعني، بس برضو فيها شمس. فقلت بقى عقبال ما الستاره تتحط كده كده اصلا الستاره ان شاء الله مش هتتاخر، ممكن تاني يوم على طول تتحط. هنا بقى مسكت الترابيزه وقلت برضو ايه امسحها كده. ده عيالي يا جماعه قلت لهم محدش يجي وانا بس. اهم حاجه يا جماعه ان هم بيسمعوا كلامي.
خلي بالكم انا بس مسيطره قوي، يعني اكيد السيطره باينه، اكيد واضحه. قلت لهم ما حدش يجي يا جماعه طول ما انا بصور. قالوا لي حاضر، هو اهم حاجه كلمه حاضر، اهم حاجه كلمه حاضر اللي اتقالت. المهم كده خلاص الحمد لله يا جماعه، انا كده خلصت كده، مفيش حاجة تانية اعملها. استنى بقى ايه لما اركب الستارة. لو عايزين بقى فيديوهات مع وانا بركب الستارة اكتبولي تحت في الكومنتات. دخلت بقى هنا على الليفينج برضو، قلت امسك الستاير برضو اشيلها. الستاير هنا بقى عايزة اقول لكم المفروض دي لونها ابيض. انا لسه طبعا ما عملتش بقى السلك بتاع الليفينج، ولا عملت الكنبة، ولا عملت اي حاجة. فقلت ان شاء الله بقى. بصوا التراب، اخدين بالكم التراب بيطلع منين؟ ف الموضوع صعب جدا بجد. دي بقى كمان مشكلة الماسورة بتاعتها ان هي خشنة، فما بتحركش الستارة على طول، ما بتطلعهاش كده على طول، لا تفضل كده شوية عشان خاطر تطلع. المهم عشان الماسورة كانت كل شوية تقع، فقالت لي استني اعملها لك، فطلعت ان هي اقصر من بصوا التراب. يا لهوي، انا متفاجئة والله يا جماعة. انا متفاجئة. الستاير كلها تراب، معرفش في ايه. طب يا جماعة سكان اكتوبر بجد، هو كان في حملة تراب الفترة اللي فاتت في الجو يعني؟ يمكن يا جماعة سبت اكتوبر شهر، رجعت لقيت كده. المهم يا جماعة كده خلصت، هشيل بقى الستاير واغسلهم بس كده. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتحطولي لايكات كتير.